السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بقى اول حاجة تفريزات رمضان، وهنعمل مع بعض الطماطم لقيتها ب5 جنيه، فقلت اجيب كمية واعملها. دول 10 كيلو. اول حاجة غسلتها زي ما انتم شايفين، وابتديت اشيل الزر بتاعها، وابتديت اقطعها على 2 واحطها في الحلة بتاعتي. ما فيهاش اي مشكلة. تمام. هبتدي اهو زي ما انتم شايفين، تبتدي بقى تفريزاتك وحاجتك عشان يبقى كل حاجة سهلة عليك الرمضان. طبعا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا احطها على النار، واحط عليها كوبايتين من المية. ما تقلقيش خالص من الارتفاع بتاعها، كل ده هينزل عادي بعد ما الطماطم تتسلق. الطريقة دي جميلة جدا وهتعجبك. وبعدين كوبايتين من المية بس، عشان هي بتبتدي ان هي تنزل ميتها زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيت عليها معلقتين من السكر، وسبتها تكمل السلق بتاعها. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا وموفره، ويعني كمان مش بتهدر في القشر بتاع الطماطم. بعد ما خلصت الطماطم وسبتها بردت، قلت بقى ايه، اضربها بالهاند بلندر. عايزه اقول لكم او في الخلاط عادي. عايزه اقول لكم الكميه دي ل10 كيلو هوريكم طلعت قشر قد ايه، مش كتير. لكن لو عملتيها ني في ني وضربتيها في الخلاط هتطلع معاكي قشر كتير جدا، وهتبقى مش حلوه خالص. زي ما انتم شايفين انا كنت خلصت اهو وضربتها بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر يبقى الخلاط، مفيش مشكله. طبعا بقى ايه، صفيتها زي ما انتم شايفين. لو بتعملي المحشي ولا حاجه ومش هتصفيها، بلاش تصفيها، ما فيش اي مشكله. بعد ما صفيتها طبعا انت عارفه مقدارك، شايفه سمكها عامله ازاي ولونها. طبعا انت عارفه مقدار وجبتك قد ايه، كل واحد بيحط على حسب مقدار وجبته. احنا بنعمل الحاجات دي يا جماعه عشان تسهل علينا الوقت في رمضان، علشان يدوبك نطلع كيس الصلصه نبتدي ان احنا نطبخ ايه، اي حاجه بسرعه. تمام. طبعا بقى في تحضيرات تانية الاسبوع دوت ان شاء الله هنعملها مع بعض. وكل سنه وانتم طيبين. يا رب يعود عليكم الايام بالخير كده ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين انا عبيت كده قدامكم كيسين، وكل واحده عارفه مقدارها قد ايه. بصوا القشر اللي طالع من ال10 كيلو قد ايه. لو عملتيها ني في ني هيطلع اكتر من كده. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة.